العلماء عملوا حاجة اسمها سلسلة. سلسلة ايه؟ كهروستاتيكية. ايه السلسلة الكهروستاتيكية دي؟ جابوا المواد ورتبوها على حسب سهولة الفقد، بحيث اللي فوق ده خلاص تنازليا طبعا اسهل واحد يفقد، وطالما اسهل واحد هيفقد الكترونات هيبقى هو شحنته ايه؟ شحنته موجبه يا مستر. يعني مثلا الزجاج لو عملت له احتكاك باي واحد من اللي تحتيه دولت هيفقد الكترونات، هيبقى هو موجب ويدي التاني الكترونات. طيب الخشب اي حد من اللي تحتيه دولت هيفقد الكترونات. يبقى في الترتيب الاعلى ده الزجاج، ثم الخشب، ثم الجلد الصناعي، ثم الحرير، ثم الصوف، ثم القطن، ثم الورق، ثم الابونايت. تمام؟ عارفين يعني الابونايت؟ تمام؟ نوع من انواع المطاط. يبقى كل واحد من المواد ديت بترتيب من الاعلى فقط الى الاقل فقط. يعني مثلا لو حصل احتكاك بين الزجاج للحرير، مين اللي هيفقد؟ اكيد الزجاج اللي هيفقد. خلاص؟ هيبقى اشاره موجبه، واكيد الحرير اللي هيكتسب. طب لو عملت حرير وابونايت، لا الحرير اللي هيفقد والابونايت اللي هيكتسب. طب لو عملت صوف وابونايت، الصوف اللي هيفقد وهيبقى موجب. خلاص؟ السلسله دي بتعرفني ايه؟ بتعرفني المواد اللي هتفقد بالترتيب. يبقى سهوله الفقد، يبقى اسهل واحد بيفقد مين؟ الزجاج، ثم الخشب، ثم الجلد، ثم الحرير، ثم الصوف، ثم القطن، ثم الورق، ثم الابونايت. يبقى الابونايت ده يحتك باي شيء هيكتسب، يبقى هو سالب. خلاص كده؟ المواد المتقدمه اللي هي الفوق في الترتيب تشحن بشحنه كهربيه موجبه. طالما هيتشحن بموجب يبقى هو ايه يا مستر؟ هيفقد. تمام؟ والمواد التاليه تشحن بشحنه كهربيه سالبه. طيب تعالى بقى ناخد السلسله الكهروستاتيكيه، هي ترتيب بعض المواد حسب سهوله فقدها للالكترونات.